الله الله، في حاجات ما ينفعش تتوصف يا ولاد، ما ينفعش ابدا. بس اول ما نحس بيها نرجع اطفال، زي ريحه الطبيخ اللي اول ما تطلع من المطبخ تفتح لنا باب ذكريات طويل. ريحه البصل وهو بيتقلب في السمنه، الكمون لما يتحمص شويه على نار هاديه، ولا الشوربه وهي بتغلي في الحله. فاكرين لما كنا بنرجع من المدرسه وندخل على البيت نلاقي ريحه بتقول لنا اهلا بيك، الدفا مستنيك. اللمه مش بس ناس قاعدين، اللمه ريحه. ريحه يا ولاد، والله اللمه ليها ريحه. اللمه ريحه وصوت وضحكه طالعه من القلب، زي ريحه الطبيخ، ريحه مكرونه بتستوي، ريحه محشي بيتعمل، صوت كوبايه شاي وهي بتخبط جنب الكنكه. الله، ضحكه اولادي وهم بيساعدوني. حاجات صغيره بس هي اللي بتصنع البيت يا ولاد. الدفا مش في البطانيه، الدفا في لمة ولادي حواليا ودخلة جوزي عليا، في ريحة حل على النار، في ريحة وردة بتفتح في الجنينة. أنا أمل، ومن بيتي ببعتلك ريحة اللمة، يمكن تفتكرني وتضحك. لو حسيتوا بريحة اللمة وبصوت الضحكة وبطعم الدفا، يبقى انتوا معانا هنا في دفا البيت. ما تنسيوش تشتركوا في القناة وتسيبوا تعليق من قلبكم، يمكن نعمل منه قصة المرة الجاية.